اللهم صل على خير البشر. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم الجديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتات. صفقة بامبي، صفقة التي انتظرتها ريال مدريد منذ سنوات، منذ صيف 2022 بدأت الحوار، فتلاعب بامبي بريال مدريد كما يتلاعب بامبي بالكرة. انتظرت ريال مدريد منه الكثير، حتى بدأت التهديدات والتوهل من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز: لا تتلاعب أمام ريال لأن ريال مدريد أكبر منك، واحذر لأن الريال لا تريد المراوغات، وأي لاعب يتمنى أن يأتي إلى ريال مدريد نادي الألقاب ومدور الأبطال. بدأ بامبي في ريال مدريد. أصبح الفرنسي كيليان بامبي لاعب باريس سان جيرمان لاعب جديد لريال مدريد بعد توقيع عقد يمتد حتى عام 2029 لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية. وأفادت الصحيفة أن بامبي سيحصل على راتب سنوي يتراوح ما بين 15 حتى 20 مليون يورو، وهو ما يتوافق مع سياسة الرواتب التي يتبعها النادي الملكي، الذي لا يرى رئيسه فلورنتينو بيريز خرقا من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي. وأضاف أن بامبي تنازل عن مكافأة التوقيع الضخمة التي كان سيحصل عليها لو انتقل إلى ريال مدريد في نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. هكذا الأمور. واتبع أن مكافحة ستدفع على مدى 5 سنوات، بحيث المبلغ الإجمالي يتنافى بين بامبي في مكافحة سنوية حال 50 مليون يورو. وأضاف أنه قد يتقاضى 30 مليون يورو سنويا، لكن بامبي هكذا مع الريال سانجير هو المسؤول على إتمام مفاوضات مثالية مع بامبي التي أطلق في يناير الماضي وانتهت بتوقيع رسمي قبل أسبوعين. وأكد الصحيفة أن بامبي كان متلهفا للانضمام إلى ريال مدريد وحقق حلمه باللعب مع النادي، لكن هل سيرحل وسيتخلى عن أشرف حكيمي صديقه الذي سيأتي؟ ولكننا ستنتظر صفقة هيلين هالاند الذي ينتظرها حتى هي ستكون مراقبة. لكن بامبي قال: أنا الصفقة الأولى وأنا في مدريد، ولا أحد يستطيع أن يكون قبلي، لأنني أحب مدريد وأريد وأنا متلهف أن ألبس قميص ريال مدريد، وسيأتي وسنكون في ريال مدريد. وسيأتي صديقي أشرف حكيمي إلى ريال مدريد الذي قال: هل تريد الذهاب بدوني؟ فالريال تفكر حتى هي في حكيمي، ولكن سنفعل تقرير إن شاء الله. اكتبوا لنا في الكومنتات، لا تنسونا، اكتبوا لنا، لأننا سنأتي لكم بالجديد في هذه الصفقة. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم الجديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتات. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.